بأيهم اقتديتم اهتديتم. نجوم الهدى. من الرياض عن شد الرحال إلى قبور الصحابة رضي الله عنهم، حكمه؟ أنا أظن أنه يقصد مثالا، يعني كان يضرب كتنظير أن هناك، هذا من هو أبو إبراهيم؟ إيه؟ أي نعم. أظن أنه كان ينظر، ذكر مثالا يعني ذكره على قضايا الفتوى أو من يفتي في القنوات أو كذا يا شيخ، أو ستعود إلى هذا؟ هو نعم سأعود إلى هذا، لأنه حتى المثال هذا كأني فهمت أنه أيضا سأل عن حكمه. يقول أن بعض الناس يشهد مثلا من أهل الخير لكن نزل بحقيبته إلى القبر كأنه زائر لهذا القبر ثم يعود. يعني ما في شك أن شد الرحل لزيارة قبور الصحابة أو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالصحيح أنه لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فقط هذه المساجد ال3: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يذهب إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز شرعا، والأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت بل هي موضوعة: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبنى عليه حجة. لكن ما ذكر من أن هناك من يبدأ يطرح مثل هذا، فأقول نعم هذا لاحظنا أنه تأتيني يعني بعض اتصالات الناس أنه بدأ من يطرح إلى تسويغ بعض يعني طرق وفتاوى أهل البدع في يعني استساغة مثل هذه الأشياء. بأيهم اقتديتم اهتديتم. نجوم